السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ بمطاردة بين حرامي اسمه تشاكي وضابط شرطة اسمه مارك. وقبل ما تشاكي يروح للعربية مع صاحبه بيخونه وبيهرب لوحده وبيروح عشان يدخل محل الألعاب. وبتفضل المطاردة ما بينهم لحد لما بيتصاب تشاكي في كتفه وبيعرف إن هو خلاص جرب يموت. ويبدأ يقول التعويذة ونجل الروح للدمية. تحصل حاجات حواليهم لحد لما بتنزل عاصفة من السما بتكسر المحل وكل حاجة بتتدمر. والظابط بيروح لتشاكي وبيعرف إن هو أكيد مات، لكنه ما بيعرفش إن الروح انتقلت للدمية. وهنا بنشوف الطفل أندي اللي بيكون عايش وحده مع أمه سارة، وبيشوف إعلان دمية الولد الصالح وبيعجب بيها. علشان كده بيصح أمه بيطلب منها إنها تجيب له دمية في عيد ميلاده اللي جاي، لكنها بتكون جابت له حاجة تانية. ولما بيفتح الهدية بيعرف إن هي لبس، وبيعرفها إن هو مش عاوز هدوء، إن هو بيكون عايز اللعبة. وفي الشغل بتيجي صاحبتها وبتعرفها إن هي لقت دمية الولد الصالح بسعر رخيص، وبتروح عشان تشتري الدمية من واحد في الشارع، وبيعرفهم إن هو لقاها في محل الألعاب اللي انفجر من شوية. ولما بيرجعوا تاني على الشغل المدير بيطلب من سارة إنها تقعد شغل إضافي بالليل. ولما بتحاول تفهمه إن عيد ميلاد ابنها النهاردة برضه مش بيوافق، فبترجع على البيت وبتجيب الدمية لابنها وبيلاقيها الدمية اللي كان نفسه فيها. وبنعرف إن الدمية بيكون اسمها تشاكي، وبيكون أني مبسوط بيها جدا. وبعد لما بترجع سارة على الشغل بتقعد إيمي مع أندي، وهنا الأخبار بتتكلم عن حادثة تشاكي بتاعت امبارح، وبتشوفه وهو مهتم بيسمع. لكن إيمي بتروح عشان تطفي التلفزيون وبترجع أندي على الأوضة بتاعته. وبعد شوية بتسمع التلفزيون يشتغل لوحده، وبنشوف الدمية تشاكي قاعد قدامه، فبترجعه تاني على الأوضة. وتكون عارفة أندي اللي عمل كده، لكنه ما بيعرفها إن تشاكي هو اللي شغاله، لأنه عاوز يعرف الأخبار. وإيمي بتاخده على كد عقله وبتخرج من الأوضة علشان تسيبه ينام. وبعد شوية بتصحى إيمي على صوت حركة غريبة في المطبخ، ولما بتروح عشان تشوف إيه اللي بيحصل بتلاقي هنا الدقيق وقع على الأرض، فبتروح عشان تلمه. وأول لما بتقوم من مكانها بيهجم عليها تشاكي بالشاكوش وبيضربها في دماغها وبتقع من الشقة، ودي بتكون أول ضحية للدمية تشاكي. ولما بترجع سارة للبيت بتشوف الشرطة والإسعاف في كل مكان، لكنها بتطمن إن ابنها بيكون كويس، وبتعرف إن صاحبتها إيمي ماتت. وبيكونوا شاكين في ابنها إن هو يكون عمل كده، وده عشان في آثار رجلين صغيرة في الدقيق. ولما المحقق مارك بيشوف رجليه مش بيلاقي أي تطابق. ولما أندي بيتكلم مع الأم مين ممكن يكون عمل كده في إيمي، بيلاحظ إن آثار رجلين بتاعة تشاكي بتكون مليانة دقيق. ولما بيروح عشان يعرفهم إن اللي عمل كده تشاكي، أمه بترجعها تاني على الأوضة. والمحقق بيدي الظابط هنا الشاكوش اللي ماتت بيه إيمي، وده عشان يرفع البصمات اللي عليه. والأم بتسمع أندي وهو بيتكلم مع حد في الأوضة، وبيعرفها إن هو كان بيتكلم مع تشاكي، لكنها بتاخد منه الدمية وبتعرفه إن هي اللعبة بلاستيك ومش بتتكلم مع حد. بس أندي بيعرفها إن هو بيقول الحقيقة، فبتخرج من الأوضة. وهنا الأم بدأت تحس إن ابنها مش بيكذب عليها. وتاني يوم وأندي رايح مدرسته، أمه بتعرفه إن تشاكي مجرد لعبة ومش بيتكلم مع حد. وأندي بيخرج تاني من المدرسة وبيروح على عنوان، وواضح إن تشاكي هو اللي كان جاي له يروح إزاي. وبعد شوية بيوصل لبيت صاحبه اللي سابه هرب وقت العملية، وده عشان ينتقم منه. وتشاكي بيدخل البيت وبيشغل الغاز في المكان. ولما بيروح صاحبه عشان يشوف ايه في المطبخ بيضرب نار والمكان كله بيتفجر. والشرطة بتوصل تاني لمكان الانفجار وبتلاقي تشاكي وأندي، وبتروح سارة عشان تطمن على ابنها. وبتعرفه هنا ان هو لو فضل مقتنع ان اللي عمل كده اللعبة هياخدوه منها. وبيطلب أندي من تشاكي ان هو يتكلم، لكنه طبعا مش بيرد عليه. وفي الوقت ده بيكون دكتور ريمون متابع كل حاجة، وبيعرفها إن ابنها محتاج طبيب نفسي. فبترجع الأم لوحدها على البيت وبيكون مش معاها أندي. ولما بتروح عشان تشوف اللعبة بتاعة تشاكي بتلاقي الحجارة واقعة منها، وده معناه إن اللعبة تشاكي كان شغال من غير حجارة. ولما بتروح تتأكد بتلاقي فعلا إن هو مفيهوش حجارة. ولما بتروح تولع النار وتهدده بالقتل بيتحول تشاكي مرة تانية عليها وبيعضها من إيدها، وبيخرج من البيت بسرعة وبيركب الأسانسير وبينزل. وسارة بتحاول تلحقه بس مش بتعرف. وهنا بتروح تاني على المحقق مايك وبتعرفه باللي عمله تشاكي وتوريه العضة اللي في ايدها، لكنه بيعرفها ان هي بتعمل كده عشان تخرج ابنها من المستشفى. ولما بتلاقيه مش مصدقها بتسيبه وتمشي، وبترجع تاني على المكان اللي اشترت منه تشاكي عشان تشوف الراجل اللي باع لها الدمية وتعرف جابها منين. لكنه بيتعدى عليها وبيجي المحقق مايك ويلحقها، وبيقول الراجل ان هو لقى الدمية دي في محل الالعاب اللي اتفجر من اسبوع. وبيستغرب مايك من المكان لأنه بيكون نفس المكان اللي مات فيه تشاكي، وبيعرفها إن هو الضابط اللي قتله. ومايك بيرجع سارة للبيت وبيعرفها إن هو بكرة الصبح هيدور تاني في ورقة تشاكي، وبياخد ملف تشاكي وينزل للعربية. وفي الطريق بنعرف إن تشاكي بيكون معاه وبيفضل يهجم عليه، ومايك بيحاول يخلص منه ويحرقه بالولاعة في وشه.
لكن بيرجع تشاكي وبيهجم عليه في كل مكان في الكرسي لحد ما بيعملوا حادثة وبتتقلب العربية، وتشاكي بيفضل يلف حوالين العربية ومايك مش بيعرف يخرج. ولما بيروح عليه تشاكي بيقدر مايك أخيرا إن هو يضربه بالنار، لكنه بيقوم تاني وبيهرب منه. وسارة بتروح على عنوان تشاكي ومش بتلاقي حد في البيت، لكنها بتلاحظ إن في رسومات غريبة جدا على الحيطة. وبيرجع تاني مايكل لسارة وبيعرفها إنها كانت بتقول الحقيقة، وبيعرفها عنوان صاحب تشاكي الوحيد اللي بيكون اسمه جون، وبيعرف إن هما لازم يوصلوا له قبل تشاكي ما يروح له. في الوقت ده تشاكي بيكون وصل لجون، وطبعا مش بيصدق إن هو بيتكلم مع دومي، لكنه بيعرف إن هو تشاكي وقال له إن التعويذة بتاعته نجحت لكنه محتاج يرجع تاني بشري. وبيعرف جون إن هو مش هيساعده لأنه استخدم السحر في الشر. وهنا تشاكي بدأ يهدده بالعروسة السحرية بتاعته، وقبل ما جون يفكر يقرب منه كان تشاكي سبقه وكسر له رجله. وفضل تشاكي يهدده لحد ما عرف منه السر، وجون قال له انك لازم تنقل روحك لاول شخص وقلت له سرك الحقيقي. طبعا تشاكي ما كانش مصدق الكلام ده في الاول، وده لان اول شخص عرف سره كان الطفل اللي عنده 6 سنين اندي. وفي الاخر تشاكي الغدار قتله وخلع من البيت. ولما مايك وصل مع سارة شافوا جون وهو مرمي على الارض وبيموت خلاص. جون عرف سارة انها لازم تلحق ابنها فورا لأن تشاكي رايح له في الطريق، وقال لها إن الطريقة الوحيدة عشان تقتل تشاكي هي إن تضربه بالنار في قلبه بالظبط، لأن القلب هو مصدر حياته. وفي الوقت ده أندي كان في المستشفى وعمال يصرخ بصوت عشان حد ينقذه، بس الدكتور جه وشافه في الآخر سابه ومشي. وهنا أندي قاعد يعيط وهو عارف إن تشاكي جاي يقتله لحد ما قدر ياخد المفاتيح ودخل أوضته. تشاكي لما راح على السرير بتاع أندي عشان يخلص عليه اكتشف إن ده كان فخ ومقلب من أندي اللي كان خرج خلاص من الأوضة. الدكتور شاف اللي بيحصل وهرب وفضل يدور عليه، بس تشاكي رجع وهجم على أندي اللي استخبى منه تاني. الدكتور وصل في اللحظة دي وأخد المشرط من إيد أندي، ولما جاي يديله حقنة مهدئة عشان يسكته ظهر تشاكي وحط عليه الكهرباء وشغلها لحد ما الدكتور مات في مكانه. وهنا مايك عرف إن أندي هو اللي قتل الدكتور بالكهرباء وهرب، بس سارة قالت له إن هو أكيد رجع البيت. وفعلا أندي كان في البيت وقفل على نفسه وراح يستخبى في الدولاب، بس استوعب إن هو لازم يواجه تشاكي ويضربه فمسك المضرب وفضل مستنيه. تشاكي وصل البيت عن طريق الدفاية وأندي كان مستنيه، بس تشاكي غفله وضربه وأندي أغمى عليه. في اللحظة دي سارة ومايك وصلوا البيت، وتشاكي كان بدأ يقول التعويذة عشان ينقل روحه لجسد أندي، بس قبل ما يخلص سارة دخلت ولحقت ابنها، وتشاكي هجم عليها وعور مايك في رجليه. ولما قعدوا يدوروا على تشاكي ظهر قدامهم فقاموا مخلصين عليه بالمضرب. سارة قدرت ترمي تشاكي جوه الدفاية وطلبت من أندي يلحقها بالكبريت، وقبل ما أندي يولع النار تشاكي حاول يضحك عليه ويستعطفه ويقول له احنا أصحاب، بس أندي ما كانش عبيط ومصدقهوش وولع فيه. سارة وأندي رجعوا لمايك عشان يطمنوا عليه، بس أندي لمح تشاكي وهو جاي تاني وشكله مرعب وهو محروق. حاولوا يهربوا منه وسارة فضلت تضرب بالنار لحد ما الرصاص خلص. في الوقت ده هنري وصل عشان يطمن وما كانش مصدق ان الدمية دي عملت كل ده، وراح مسك دماغ تشاكي ورجع بيها، بس تشاكي اللي لسه عايش هجم عليه. وسارة صرخت في مايك وقالت له يضربه في قلبه، وبالفعل مات أخيرا وارتاحوا منه وكلهم خرجوا من الأوضة. وكده خلص الجزء الأول. وطبعا لو عايزين نكمل باقي السلسلة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.